بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بيكم يا أحلى أخوات وأحلى متابعين من جوه مصر ومن بره مصر. في الفيديو ده إن شاء الله هقول لكم إحنا بنخبز العيش البتاو إزاي. العيش البتاو أو العيش المرحر ده العيش أهو بعد ما اتخبز زي ما انتم شايفين ما شاء الله زي البسكويت ما شاء الله، شكله حلو وريحته حلوة وطعمه ان شاء الله هيبقى احلى. يلا بينا نشوف بنعمل العيش البتاو ازاي. المكنه بتاعت الطحينه اهوت عشان نطحن الذره بعد ما حمصناها وحطينا لها طبعا بنحط لها حبه من الرز كده، يعني الكيله بتحط لها حوالي نص كيلو من الرز وربع كيلو من الحلبه، وجبناها بقى وجينا المكنه اهوت عشان نطحنها هنا زي ما انتم شايفين كده. دي المكنه اهي، انا حبيت اوريها لكم. هنا عم فارس اهو، السلام عليكم يا عم فارس. ده الصحة، الله يقويك. طبعا دي المكنه اهي زي ما انتم شايفين. عم فارس بيعمل ايه بقى؟ بيفضل الذره في العين اللي انتم شايفينها الكبيره دي كده اهي. هي بتقعد قد ايه يا عم فارس الذره كده في العين؟ الكيلة بتاكل 10 دقايق. تاخد 10 دقايق في الطحين. بتنزل بقى من الناحيه الثانيه، بتحطها هنا وبتنزل من الناحيه الثانيه. تمام. المكنه زي ما انتم شايفين اهي شغاله. هيبدأ بقى يفضل الذرة عم فارس هنا كده. فارس بيكب الغلة اهيت في المكنة زي ما انتم شايفين كده. هتاخد حوالي 10 دقايق بقى كده زي ما انتم شايفين كده. بتنزل بقى من الناحية التانية اهي في الشوال دقيق اهي. هنحط بقى الشوال بتاعنا اهو علشان الدقيق ينزل في قلبيه. ما شاء الله زي الفل، تسلم ايدك. التخبيطه ديت بتقلقل الذره وتخليها تنزل على طول في قلب المكنه، صح؟ كده خلاص بقى هنكمل الطحين وناخد بعدنا وناخده ونروح على البيت. لما نبدأ نخبز ان شاء الله هتشوفوه معانا بإذن الله. اول حاجة بنعملها بننخل الدقيق بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. بننخله كله مرة واحدة وبناخد منه بقى ونعجن على طول. يعني مش بننخل شوية بشوية، لا بننخل الدقيق كله مرة واحدة. وبيطلع منه بقى ردة حرشة اللي هي القشرية بتاعت الذرة نفسها. الردة الحرشة دي مش بنعمل بها اي حاجة اهي على الشوال اهي، بنحطها للطيور. هنكمل بقى الدقيق كله ننخله بالشكل ده وبعدين نعجن ونخبز. بنعجن بقى العجين بتاع دقيق الذرة بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. بنعجنه بمية ورشة صغيرة كده من الملح بس. بنعجنه حوالي 5 دقايق كده لحد العجينة ما تنعم كده وتبقى طرية وحلو. طبعا هي بتحط له المية شوية بشوية كده علشان العجينة تيجي مظبوطة، وما بتحطلوش خميرة ولا حاجة، بيتعجن وبنخبز فيه على طول. كده عجننا العجين، يلا بينا نخبز. بدأنا نخبز زي ما انتوا شايفين كده. دول الحبة اللي احنا عجناهم اهمت في العجانة. والست اللي بتقطع بتاخد بقى حبة من الدقيق الزيرو بتحطهم على العجين وتقلبوا مع بعض كده وتحط لهم حبة مية وتبدأ تعجن فيهم كده زي ما انتوا شايفين لحد العجينة ما تبقى طرية كده والناعمة في ايديها. بنحط له حبة من الدقيق الزيرو علشان بيخليها ابيض وهشش كده وحلو. دي بقى الحتة اللي قدامها دي اسمها البسطة. بتاخد البسطة كده قدامها كده وتحط عليها شوية الدقيق وشوية المية وتعجن فيهم كده لحد ما تنعمها خالص وتبقى ناعمة وطرية. وبعد كده تقطع بقى منها وتحط على المطرحة الصغيرة للترحريح اهي. دي المطرحة الصغيرة اهي اللي بيرحرحوا عليها العيش البتاو ده كده اسمه الترحريح. هترحرحها بقى على المطرحة الصغيرة دي وبعدين تحطها على المطرحة الكبيرة.
هتبدأ بقى على المطرحة الكبيرة دي، تبدأ تفردها لحد ما تملى بيها المطرحة على الآخر، علشان تبقى البتاو رقيق كده وهش وجميل. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. بتديها بقى للست اللي قاعدة قدام الفرن، ترميها في الفرن علشان تستوي. طبعا في خبيز العيش البتاو ده لازم يكونوا 4 5 قاعدين قدام الفرن، زي ما شفتوا كده، واحدة بتقطع واحدة بترحرح. هي الست اللي قدامكم دي اللي بترحرح اهي على المطرحة الصغيرة، والست التانية بتفرد على المطرحة الكبيرة، والست اللي قاعدة قدام الفرن بقى بترمي في الفرن. 4 5 بيساعدوا بعض بقى مع بعض كده. هو خبيز العيش البتاو بيحب الايدين الكتيرة. شايفين العيش ما شاء الله طالع عامل ازاي؟ زي البسكويت. تسلم ايديكم يا ستات. طبعا هما بيساعدوا بعض، اخوات بعض بقى وقرايب بعض، يعني سلايف واخوات بعض وولاد عم بعض، بيجوا مع بعض بقى في يوم الخبيز ده بيساعدوا بعض. بيبدأوا من الصبح كده من الساعة 6 ولا الساعة 7، بيخلصوا المغرب. اليوم كله للخبيز بتاع العيش البتاع. ما شاء الله، اللهم زد وبارك. احلى حاجة في الفلاحين خبيز العيش البتاو والعيش القمح والحاجات الحلوة. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد.